السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهاردة بإذن الله مع بعض هنعمل كفر للايربودز بفكرة جديدة جدا. ما اعتقدش ان في قناة عربية عملتها قبل كده. هي سهلة جدا وبسيطة للمبتدئين، مش بتاخد لا خيوط ولا وقت ولا اي مجهود، وفكرتها سهلة جدا جدا. هي عبارة عن شكل كده كيوت جدا، تمام؟ بس بتبقى عبارة عن شنطة، مش كفر اللي هو بنفتح الايربودز ونقفلها وهي جواها، لا هي بس شنطة بالمنظر ده، وينفع يتشحن هو فيها. هو ما اخدش مني خيوط خالص، انا عملته ببواقي الخيوط اللي عندي. عملت اللون الاوف وايت فيه بخيط ستوك، والخيط الاورنج بخيط ستوك قطن. تمام، استعملت الخيطين دول. هي طريقته سهله جدا جدا وبسيطه. لو انتي كنت شفتي معايا كفر الايربودز اللي فاتت، اللي هي دي، تمام، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الكومنتات. هي برضو تقريبا نفس الفكرة ونفس البداية باختلاف بسيط، ان الاختلاف ده بيبقى حسب اختلاف الخيط. فلو انت الخيط بتاعك اللي انت تشتغلي بيه قطن رفيع، يستحسن ان انت تشوفي الهيكل والتزايد ده. لكن لو انت هتستعملي خيط مثلا ده السمك بتاعه، تمام، لو مثلا ابرة 3 او كده، الفيديو ده مناسب ليكي. الفرق بقى ان الكفر ده يعني بتفتحي الايربودز وهي فيه، تمام، وبيفضل ثابت معاكي، مش زي الشنطه اهو. تمام، بس عشان ما اطولش عليكم تعالي يلا نبدا في الفيديو بتاع النهارده. طبعا انت في البدايه المفروض تبداي بالخيط الابيض، لكن انا هبدا معاكم النهارده بالخيط الاورنج علشان بس الشرح يبقى واضح. لكن جاي باللون الابيض او اللون الاوف وايت. وهتحتاجي معاكي الايربودز دي انا عاملاها الايربودز برو، يعني بتبقى اعرض شويه من الايربودز العاديه، تمام، يعني بيبقى في فرق في المقاسات. فانت يستحسن لو انت معاكي الايربودز تعمليها على المقاس وهي قدامك، ده هيكون افضل، لان هيفرق في عدد السطور والتزايدات. هنشتغل اول حاجه عقده البدايه، بعدها نعمل 9 غرز سلسله. اشتغلت هنا 9 سلاسل، هروح مزوده عليهم سلسله كارتفاع. هروح افوت اول غرزه وادخل في الغرزه التانية، اعمل 2 حشو، ده 1 2. بعد كده اشتغل على ال7 غرز حشو، كده 2 3 4 5 6 7. هيتبقى عندي الغرزة التاسعة والغرزة الأخيرة، هشتغل عليها 4 غرز حشو، ده 1 2 3 4. طبعا هاخد خيط البداية معايا تحت الغرز. طب دي كده تعتبر اول غرزة في السطر التاني او في الجهة التانية. هشتغل كمان غرزتين على عكس او على ظهر الشغل، 1 2. بعدها هشتغل 3 غرز، 1 2 3 سلسلة. بعدها اتخطى تحت 1 2 3 غرز، وادخل على الغرزة الرابعة اعمل حشو، والخامسة اعمل حشو، والستة دي اللي هي الغرزة الاولى اللي احنا اشتغلنا فيها غرزتين، فهنشتغل كمان 2 عشان المجموع عندنا يبقى 4 بالمنظر ده، تمام. دي هتكون الفتحة بتاعة الشاحن، وهي غالبا في كل الانواع واحدة، لكن في فرق بسيط، واللي هو حسب نوع الخيط بتاعك، تمام. تمام، فلو انت هتستعملي خيط سميك الفيديو ده كويس، لو انت هتستعملي خيط رفيع هسيبلك الفيديو التاني تحت في الكومنتات. بعدها هعمل منزلقة على اول غرزة بالمنظر ده. انت ليك حرية الاختيار ان انت تشتغلي سطور حلزونية او تقفلي كل سطر. انا في الفيديو هنا هقفل كل سطر بمنزلقة. بعدها ارتفع سلسلة واشتغل على اول غرزة حشو، وعلى التانية اللي بعدها تزايد. بعد كده هشتغل على ال7 غرز الموجودين دول 7 حشو.
بعدها هشتغل على اول غرزة تقابلني من الاربع غرز دول تزايد، بعد كده على اللي بعدها حشو، دي كده التانية حشو، التالتة هشتغل فيها تزايد، والرابعة هشتغل فيها حشو. احنا كده عندنا الاربع غرز بتوع الدوران بنشتغل مرة تزايد ومرة حشو. بعد كده هشتغل على اول غرزتين يقابلوني دول حشو، بعدها هيقابلني الثلاث سلاسل دول، هشتغل على كل سلسلة حشو. ده كده اول سلسلة وتاني سلسلة وتالت سلسلة. بعدها هشتغل على سلسلتين كمان اللي هيقابلوني حشو عادي جدا. التزايد بتاعنا بس بيبقى في الزوايا، تمام بالمنظر ده كده. بعد كده هروح اشتغل على اول غرزة من الرابعة حشو والتانية تزايد، وانا اوريدي اول السطر كنت بادئه بحشو، هروح قافله فيها بمنزلقه، وبكده هكون عملت التزايد ده زي الجزء التاني بالمنظر ده، تمام. طب احنا المفروض هنفضل شغالين كده بتكنيكات معينه، بس افهمكم احنا هنشتغلها لحد امتى. هنشتغلها لحد ما الدوران بتاعنا يجي على مقاس دوران القاعده بتاعه الايربودز اللي هو الجزء ده كده، وبعد ما يجي على المقاس هنروح طالعين بسطور لحد ما تبقى هنا شويه، تمام، اللي هو عند الخط ده كده. وبعد كده هروح مقفلاها لو انا هعمل كفر عادي زي الكفر اللافندر، لكن الكفر بتاعي ده انا هكمل لحد طول الايربودز كامله، وبعد كده هعمل الرقبه والراس، تمام. انا اديت لكم فكره سريعه عن طريقه العمل وعن الفكره بتاعتها. هنكمل بقى السطر اللي بعده، هشتغل غرز حشو على السطر كامل. هو انا هنا كده خلصت السطر، كان كله ثبات. هقفل بمنزلقة على اول غرزة، وبعد كده هرتفع سلسلة واشتغل على اول غرزة تقابلني تزايد، تمام. بعد كده حشو، بعد كده تزايد، بعدها حشو. بعد كده هكمل على السبع غرز اللي بيكونوا في المنتصف، هشتغل عليهم حشو عادي، 3 4 5 تمام 6 7. بعدها على غرز اماكن التزايد دي هشتغل عليها مرة تزايد ومرة حشو كده. ده اول غرزة تزايد، اللي بعدها حشو، بعد كده تزايد، بعدها حشو، بعدها تزايد، بعدها حشو، وبالمنظر ده كده هكون خلصت غرز التزايد. هشتغل على 7 غرز الثبات عندي، هشتغل عليهم 7 حشو. هي القاعدة مش هتبقى مفرودة معانا، هتبقى مقوسة شوية وهو ده المطلوب، فمفيش فيها اي مشكلة. هبدأ اشتغل على اول غرزة تقابلني من التزايد تزايد، هبدأ اشتغل على اول غرزة تقابلني من الدوران ده تزايد، بعدها حشو، بعدها تزايد، بعد كده الحشو، واروح قافلة بمنزلقة الشكل ده كده. ده هيكون شكل القاعدة. لو جينا نجيب الايربودز وشفنا عليها هتبقى بالمنظر ده. طبعا هي المفروض تبقى مشدودة شوية لان احنا ما هنشتغل السطور الثبات واخدة مقاسها بالظبط عشان ما تبقاش واسعة، تمام. هشتغل بقى سطور الثبات، خد سلسلة واشتغل سطور ثبات على حسب الطول اللي انا حباه، بس هي مش هتبقى حسب طول الايربودز، احنا هنشتغلها لحد ما نغطي الايربودز بالكامل ونزود عليها كمان سنتي، تمام. انا هكمل سطور على كل غرزة غرزة حشو، فهخلص وارجع لكم تاني.
انا هنا كده خلصت عدد من السطور. هبدا اقول لكم ازاي تعملوا الرقبه والراس. وانتوا طبعا هتكملوا لحد ما توصلوا لاخر الايربودز خالص، بس انا بعمل لكم دي كمثال بسيط. تمام. حابه بس اوضح لكم ان الخيوط بتتمط، فانا ما اعمل مقاس بالظبط على الايربودز، بعد كده هيبقى سهل ان انتي تخرجيها وتدخليها فيها عادي جدا يعني. تمام. فلو احنا جينا نشوف بالمنظر ده اهي، والشاحن برضو مقاسه مظبوط. انتي هتكمليها لحد ما تغطي الايربودز كلها، بس انا دلوقتي هشرح لك ازاي تعملي الرقبه والراس. تمام. قفلة السطر عندي في المنتصف، فهبدأ ارتفع سلسلة واشتغل 1 2 3 بعد كده بعد ما اتنيها هروح اشتغل الغرزة الرابعة، وبعدها اشتغل 1 2 3 4 سلاسل. تمام. الاربع سلاسل دول هعمل ايه بيهم؟ هروح ده الشكل الشغل اهو، وشه هروح لفه لظهره بالمنظر ده، واروح اشتغل حشو على اول غرزه حشو تقابلني من الاربعه اللي انا عملتهم. تمام، عشان البتاعه السلاسل دي تقفل عندي على شكل دايره. بعدها اروح اشتغل على الثلاث غرز الباقيين حشو دي كده، الرابعه اهي. بعدها ادخل على الاربع سلاسل اللي في الظهر، هشتغل عليهم برضو 4 حشو. ده 1 2 3 4. بعد كده هروح اكمل على برضو الاربع غرز واستمر كده على كل غرزة غرزة حشو بشكل حلزوني لحد ما اوصل لطول الرقبة اللي انا حباه. بس اهم حاجة ان انت لما تيجي تتني الرقبة كده تلاقيها واصلة عندك للجزء ده. طبعا هنشوف كل ده يعني وانا بشتغل. المهم هنكمل غرز الحشو بتاعتنا. هي بتبقى صعبة كده في البداية، بس بعد كده هتبقى كويسة جدا وهتعرفي ان تشتغليها بسهولة. تمام. بس ناخد بالنا ان احنا هنشتغل على غرزة واحدة، ما نشتغلش على غرزتين قدام بعض زي كده، احنا هنشتغل في غرزة واحدة بس. بالمنظر ده كده اما انا اوصل للطول المناسب اللي هو ما اجي اتني الرقبة كده يبقى في مسافة بسيطة زي دي. لو انت حابة تطولي عن كده ويبقى الماسكة بتاعتها طويلة مفيش اي مشكلة. هاجي بقى اول ما احس ان خلاص ده المقاس اللي انا عايزة اوصل له، واجي للجزء الامامي ده للنص الامامي هبدأ اوقف، لان انا هبدأ اشتغل تزايد من الجزء الامامي عشان يعمل معايا الجزء بتاع الراس ده. فهبدأ اشتغل هنا كده على كل غرزة تزايد. ده 1 اول تزايد، وتاني تزايد، وتالت تزايد، وده رابع تزايد. بالمنظر ده كده هبدأ اوقف، لان انا اشتغلت تحت اصلا في البداية 4 حشو، فالوقت انا اشتغلت 4 تزايدات هوقف الشغل واكمل حشو عادي. ده 1 2 3 4 حشو عادي، وابقى انا كده خلصت السطر بالمنظر ده. السطر اللي بعده هشتغله سطر عادي جدا على كل غرزة من الغرز دي هشتغل حشو. بعدها السطر اللي بعده هيبقى فيه تزايد بسيط برضو هقولكوا عليه. خلص بس السطر ده، انا مش عايزه يبقى الراس فيها تزايد كبير زي مثلا راس العروسه او اي حاجه اميجرومي، لا انا عايزاها بس تبقى مرفوعه شويه عن الرقبه، رفعه بسيطه علشان يبقى شكلها متناسق مع الرقبه. تمام. ده كده انا هنا خلصت السطر.
السطر اللي بعده هشتغل على جزء التزايد اللي قدام ده، هشتغل غرزة حشو وغرزة تزايد. ده كده واحد حشو، اللي بعدها تزايد، واحد حشو، اللي بعدها تزايد، واحد حشو، واللي بعدها تزايد، لحد ما احس ان ده خلاص الجزء ده، خلاص الجزء بتاع الرقبة او الجزء بتاع الراس من وقدام بالشكل ده. تمام، ده التزايد اللي انا حابة اعمله. بعدها هكمل الغرز اللي قدام دي اللي هما بيبقوا تقريبا 4 غرز، ولو زادوا مفيش مشكلة عادي، ان احنا بالفعل بنعمل تزايد. هم عندي هنا تقريبا 5. المهم بعدها هشتغل سطرين ثبات، يعني في كل غرزة من الغرز دي غرزة حشو على كل الغرز اللي عندي. بعد ما خلصت السطر هنا كده هبدأ اشتغل على السطر كامل غرزتين حشو عادي، 1 2، وفي التالتة تناقص. في طريقتين للتناقص، ان انت تاخدي غرزة حشو وما تقفليهاش واللي بعدها برضو وتروحي قافلاهم سوا. دي طريقة بس انا مش بحبها في الحاجات الزهرة. دي مثلا لو انت هتعملي مثلا دبدوب وهيبقى ليه لبس من بره هيداري التناقص، لكن انا في الحاجات اللي زي دي بحب اعمل ان انا اخد الغرزة الامامية من اول حلقة والغرزة الامامية من تاني حلقة واشتغل فيهم حشو. دي بتبقى كويسة جدا، مبتبقاش زهرة خالص، ومش مش اي حد هيعرف ان هو يلاحظها غير بس اللي بيعرف يشتغل اميجرومي. هنا اشتغلت 2 حشو، هبدأ اعمل برضو تناقص تاني على السطر كامل. بس حابة اديلكم ملحوظة ان في المرحلة دي بنبدأ نحشي حاجة بسيطة جدا جدا، تكاد تكون يعني منعدمة، بس عشان نديها يعني حاجة بسيطة. زي هنا كده انا هنا مش حاشيها باي حاجة خالص غير بواقي الخيوط اللي انا كنت قصاها من الكفر، رحت حطاها جوه عشان بس تدي نفشه بسيطه. انت ممكن تستعملي فايبر، ممكن تستعملي قطن، ممكن تستعملي خيوط مقصوصه عادي جدا. انا في دي هستعمل قطن بسيط يعني. خلص بس سطر التناقص عشان القطن ما يبقاش يطلع معايا في الشغل. تمام كده، هي شكل الراس بيبقى متناسق جدا مع الكفر، بس المهم تكوني مكمله طول الكفر. انا هنا بس عملت تقريبا نص الطول، لكن انتي في الكفر الحقيقي اعملوا الطول كامل، مفيش اي مشكله. تمام، انا هنا كده خلصت السطر. هبدا اجيب قطن بسيط جدا كميه قليله وابدا احطه جوه، واحاول ان انا يعني اظبطه بحيث ان هو يبقى في كل الاماكن زي بعض، بس قدام يبقى اكتر شويه. تمام كده، لو في فايبر برضو ينفع، مفيش اي مشكله، اللي هو بتاع الاميجرومي. بس انا بتكلم لو انتي ما عندكيش اي حاجه من الحاجات دي، لان هي دي يعني محتاجه حاجه بسيطه، مش محتاجه كميه. بعد ما خلصت السطر هبدا ادخل على السطر اللي بعده، هشتغل غرزه حشو وغرزه تناقص. ده كده 1 حشو، اللي بعدها تناقص. انا بشتغل التناقصات دي كلها على السطر كله، مش على قدام بس. تمام كده، غرزه حشو، تانية تناقص. التناقص كل ما الغرز تقل كل ما بيبقى صعب شويه، لكن هو يعني بيبقى كويس بالطريقه اللي انا بقولها دي. حاولي بس تشدي ايدك وتستعملي ابره مناسبه للخيط عشان ما يبقاش فيه فراغات، لان لو في فراغات في الغرزه دي معاكي معنى كده ان انتي موسعه الغرز بتاعتك او الابره مش مناسبه للخيط. بالمنظر ده كده، مره حشو ومره تناقص. بصراحه انا فضلت جدا جدا في حشو الراس دي، فضلت لها الحشو بتاع الخيوط. تمام، انا هنا خلصت السطر، فاضل اخر تناقص. خلصت السطر اللي بعده اللي هو السطر الاخير مش هشتغل باللون ده، يعني انا المفروض ان انا دلوقتي شغاله باللون الاوف وايت في الشكل الحقيقي اللي هو هنا. هروح بقى مبدله واخد اللون الاورنج. انا هنا عشان شغاله بالمقلوب فهاخد اللون التاني بتاعي
سواء بقى اورنج او اصفر او اي لون، واروح ادخل في الغرزة اللي بعدها بالشكل ده كده، واسحب اللون التاني من الشكل ده. بعدها هشتغل تناقص على السطر كامل، باخد اول حلقتين من كل غرزة واقفلهم مع بعض، بس علشان بتكون الخيط مع تبديله بيبقى صعب شوية بالشكل ده كده. هبدأ اكمل. انا في الجزء ده بشتغل بطريقة التناقص العادية زي ما انا قلت لكم، لان الخيط هنا بيكون صعب، ان الغرز بتكون اقل. وطبعا احنا هنا اصلا لما نيجي نوصلها بالشغل بتاعنا هنوصلها بالخيط والابرة، فهتبقى مش باينة خالص بالشكل ده كده. انا كده عملت سطر، ده ظهر الشغل، اجيب لكم وش الشغل عشان نشوف الشكل. تمام، ده وش الشغل، هتبقى نازلة كده. تمام، احنا كده خلصنا، فاضل بس الرجلين وفاضل الجزء بتاع العينين. هقول لكم بتعملوهم ازاي بعد كده، هم هيتركبوا سهل جدا بإبرة التنظيف والمقص. انا بس لما اجي اقص الشغل او اقص الخيط هقصه على مسافة طويلة شوية بالشكل ده، وبعد كده اقص الخيط اللي انا منضفاه، بس مش هقصه كله، هقص بس على مسافات. هتجيبي الخيط البني بتاعك وتروحي واخده مسافه طويله بالشكل ده كده، وتروحي تانية الخيط عشان تشتغلي مجوز. بعد ما تشتغلي مجوز هتروحي عامله، كبر بس المسافه شويه، هتروحي عامله عقده البدايه وعامله كمان سلسلتين. بعد كده تروحي قصه الخيط من على مسافه كويسه. تمام، بعدها تروحي طالعه بالشكل ده، بعدها تروحي رابطه الخيط معاكي، هيكون معاكي عقده، هتربطي العقده دي كذا مره. بعدها تجيبي الابره بتاعتك او ابره ارفع وتدخلي من ظهر الوش، يعني الوش من ورا، وتروحي سحبه احد الطرفين اللي انت ربطتي بيهم. تاخدي بالك ان انت تسحبي الفتلتين مش فتله واحده. تدخلي من الغرزه اللي جنبها برضو، تطلعي من الغرزه اللي جنبها وتروحي سحبه الطرف التاني للعين بالمنظر ده، وتروحي سحباه لورا، هيكون ده شكله. تمام كده، وتروحي ربطاه او مخيطاه من ورا براحتك جدا. انا بربطه وبيبقى شكله برضو كويس، يعني انا هنا ربطاه وشكله كويس. تربطي ادي ربطه، تمام اهي، وتشديها شويه عشان تبقى باين ان هي داخله لجوه، فيكون شكل الفينش احسن، بس ما تشديش جامد. تمام، هنبدا نشتغل 1 2 3 سلاسل، وبعد كده اخد غرزه ارتفاع، اشتغل 1 حشو، كده اروح اشتغل 2 سلسله، واروح اشتغل افوت اول غرزه دي وادخل في التانية اعمل حشو. بعد كده اجي على الجزء ده كده اللي هو السلسله التانية في البدايه، اعمل حشو، واجي على السلسله الاخيره واعمل حشو، وبس كده. دي كانت طريقه الرجلين، بس عشان اللون الاورنج ارفع من البني شويه، فهي هناك صغيره لكن هنا كبيره. تمام،
دي طريقة الرجلين. هتروحي بقى منضفة الخيط وتروحي بمسدس الشمع او بخيط الشغل بتاعك وتروحي لازقاها تحت كده. تبقى دي اول رجل. هشتغل الرجل التانية واشبكها وارجع لكم تاني. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى يكون عجبكم وقدرتوا تستفادوا. لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انا بنزله. بس كده، اشوفكم فيديو جديد على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.